حاجتين مهمين جدا لازم تعرفهم قبل ما تفتح اي برنامج مونتاج او حتى قبل ما تصور اي فيديو. لازم تكون عارف انت بتصور على ريزوليوشن كام وعلى فريم بير سكند كام. فالحاجتين دولت مش بس هيساعدونا في برنامج دافينشي وازاي نمنتج عليه باسلوب يعني ايه متقن كده وعارفين احنا بنعمل ايه، دول كمان هيساعدونا عموما في ان احنا نفهم الفيديو عبارة عن ايه. فسريعا كده ركز معايا كويس جدا، وكوبايه المشروب اللذيذ بتاعتك، تعمل لايك للفيديو وتعالى نبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا والله. أنا عمرو عطلة. أول حاجة لو هنتكلم عن الريزوليوشن ببساطة هو أبعاد الفيديو بتاعنا. الفيديو بتاعنا عبارة عن طول في عرض. دايما بنسمع كده الجودة 1080 أو 4K أو 6K أو 8K. كل المسميات دي اسمها ريزوليوشن او ابعاد الفيديو بتاعنا. فهنا اول محطه بنسالها لنفسنا، الفيديو اللي احنا هنشتغل ده ابعاده ايه؟ زي ما احنا شايفين كده قدامنا دي ابعاد لمقاسات مختلفه للشاشات اللي هي الستاندرد اللي بالعرض، لان احنا في السوشيال ميديا او في ريلز دلوقتي بتشوف ان الشاشه بتاعتنا او الفيديو بتاعنا بيبقى بالطول. هي نفس الابعاد، ولكن بنقلبها بدل ما هي بالعرض بنقلبها نخليها بالطول. ولكن المثال اللي قدامنا ده بيفهمنا يعني ايه 1080 ويعني ايه 4K يعني ايه 6K. الفكره ان هي الطول والعرض بتاعنا بيتحدد بحاجه اسمها بيكسلز. كل ما بزود البيكسلز ديت كل ما بزود عندي الجوده. فزي ما احنا شايفين مثلا ال 4K هي ضعف ال 1080. فانا ببقى عارف من البدايه قبل ما ابدا اشتغل على الفيديو بتاعي، الفيديو دوت انا هعمل له اكسبورت في الاخر اللي هو هطلعه من البرنامج، اعمل له ريندر، هطلعه بجوده ايه. وبالتالي وانا ببدا المشروع بقول له انا هطلع الفيديو دوت، محتاج الفيديو اللي انا هشتغل عليه ده 1080. فانا ببدا اكريت البروجكت بتاعي او اكريت السيكونس او المشروع بتاعي على 1080. تاني شق في الموضوع بقى هو الداتا اللي جايه لي. ممكن يكون جايه لي داتا 4K، داتا 1080، داتا 720، داتا تكون واقعه خالص جودتها ضعيفه خالص. ممكن يكون جايه لي داتا من كاميرات احترافيه 6K و8K عادي جدا. ازاي بقى ببدا اخد كل الريزوليوشنز المختلفه ديت واطوعها في التايم لاين بتاعي او السيكونس بتاعي عشان كله يبقى نفس ريزوليوشن. وده برضو يفهمنا حاجه مهمه جدا، امتى هصور 1080 وامتى هصور 4K. يعني ده سؤال ازلي بيتسال في كل حته، هصور 1080 امتى وامتى هصور 4K. وسؤال تاني برضو بيقول لنا طب ما هو ال 4K بديهي ان هو بيبقى اكبر او مقاسه اكبر من 1080 او الريزولوشن بتاعه اعلى من 1080 في بيكسلز زياده، فانا اصور على طول 4K واريح دماغي. هنا بنجاوب على السؤال ده بطريقه بسيطه جدا، انت هتستخدم الداتا دي في ايه؟ على سبيل المثال لو انا هصور فيديو بتكلم فيه قدام الكاميرا وهنزله زي ما هو كده، مش هعمل فيه حاجه، وعارف ان الفيديو دوت هينزل على منصات السوشيال ميديا، فبالتالي الفيديو بتاعي لازم يكون 1080. لان منصات السوشيال ميديا دلوقتي بتنصح ان انت تنزل او تبوست بالهاي ديفينيشن او الاتش دي اللي هو 1080 عشان ما يحصلش معاه داون سامبلنج. لو انت رفعت 4K انت فاكر ان انت كده بتخدمه، يعني لا، هو بيعمل له داون سامبلنج وبيخلي لك الجوده تقل. فانا عارف ان انا هبوست هنا 1080 والفيديو بتاعي محتاجه 1080. طيب هل ينفع اصور 4K؟ ينفع، بس في ضريبه. احنا زي ما قلنا ان احنا بنزود في الفيديو بتاعنا معلومات زياده او بيكسلز زياده، وبالتالي بزود حجم الملف بتاعي. ولكن الضريبه ديت بيكون ليها برضو ميزه حلوه جدا. الفيديو لما يكون عندي 4K هو ضعف ال 1080، فانا عندي بيكسلز زياده جدا. لما بحتاج الفيديو ال 4K دوت انزله واضغطه اخليه 1080، فانا عملت له حاجه هنا اسمها كومبريس او داون سامبلنج، او بضغط كميه البيكسلز ديت في مقاس اصغر من اللي هو عليه، وبالتالي بيديني جوده او شاربنس اعلى او بيديني نقاء احلى للصوره في النهايه. غير كده كمان ان هو بيديني المرونه في ان انا لو احتجت اكبر شويه اصغر شويه الصوره بتاعتي، انا بالفعل عندي المعلومات ان هي 4K وانا بشغال على 1080، فانا عندي معلومات زياده ممكن اكبر اصغر براحتي، مش هحس ان الصوره بتاعتي نغمشت او بكسلت. بس هل معنى كده ان انا اصور كل حاجه 4K؟ لو انت عندك القابليه في كده اللي هو الاستورج، المساحه اللي هتستحمل كده، او الكاميرا اللي هتستحمل ان هي تطلع لك الداتا ديت، فما فيش مشكله خالص، صور كل 4K. خد داتا احتياطيه بزياده. لما يكون عندك الداتا بالزياده احسن ما يكون بالنقصان. يعني لو انا شغال على سيكونس 1080 ومعايا الداتا بتاعتي فيديو 720، فانا بالنسبه لي دلوقتي محتاج اكبر الفيديو دوت وافرد البيكسلز بتاعته على مساحه اكبر من حجمه الاساسي. فهنا هحس ان الفيديو بتاعي بيفقد جوده كبيره جدا من النقاء بتاعه والشاربنس بتاعه، الحده اللي كانت عليه. يعني بشكل او باخر ممكن يكون الوضع سيء خالص، يعني الا اذا دلوقتي ممكن احسن جوده اي فيديو بالذكاء الصناعي، اي اداه ذكاء صناعي، ولكن غير كده
بحس ان الجوده ضعفت او فقد الجمال بتاع الريزوليوشن اللي كان فيه. فهنا بنستخلص من الريزوليوشن ان احنا عندنا التايم لاين بتاعنا، المشروع بتاعنا انا داخل اشتغل على تايم لاين بريزوليوشن كام، والداتا اللي جايه لي ريزوليوشن عامل ازاي، وبناء عليه هعرف اتحرك فيها، اصغرها اكبرها. كل ده من حاجه بسيطه جدا اللي هي ريزوليوشن. تاني حاجه بقى ويهمني دي تفهمها كويس جدا لانها هتريحك في حاجات كتيره بقى، كل حاجه تبقى عارف ان انت بتلعب بالفيديوهات لعب حرفيا، اللي هي الفريم بير سكند. وهنا هنرجع لاصل الفيديو خالص. الفيديو عباره عن ايه؟ عبارة عن مجموعة صور بتعدي قدام عيني في وقت معين. ده تعريف بمنتهى البساطة ان هو ده الفيديو اللي احنا بنشوفه قدامنا، اللي انت شايفه دلوقتي وبتشوفه في اي حتة. الفيديو بدأ زمان ان هو عبارة عن رسوم متحركة، مجموعة صور بقعد اقلبها قدام عيني او قدام المتفرج بسرعة على العين، بحيث العين ما تلاحظش الفرق بين تغير الفريمز او الصور دي، فاشوف ان الموضوع متحرك او هو كفيديو. وكل ما زودت عدد الصور اللي بتعدي قدام عيني او زودت سرعه التقليب، كل ما عيني ما قدرتش تلاحظ الفرق اللي هو بنقول عليه الفليكر، الفرق ما بين كل فريم والتاني. وبالتالي احس ان الفيديو ماشي ناعم جميل مريح للعين، عيني مش قادره تلاحظ اللي هو ايه التقليبه دي. لو احنا شفناها مثلا في حاجه او مثال اسمه الفليب بوك، اللي هو بيقعد يفر كده في صفحات ورق عنده مرسوم فيه رسومات بتكمل بعضيها، كل رسمه بتكمل اللي قبلها بحيث يعمل عندي حركه في الاخر. فهنا الفليب بوك ده عباره عن ايه؟ فريمز او صور بتعدي قدام عيني بسرعه، فانا بشوفها ان هي في الاخر حركه، حاجه بتعمل حركه قدامي، فانا شايفها رسمه بتمشي في انيميشن بيحصل قدامي. فهنا نستخلص ان عندي حاجه اسمها فريم بير سكند، كام اطار عدى قدام عيني في الثانيه، فريمز بير سكند. ده ياخدنا للسؤال الثاني، ليه الموضوع ده متغير؟ يعني ليه بلاقي عندي 24 فريم بير سكند، 25، 30، 60، 100، 120؟ ايه الفكره من ان انا ابقى عندي اختيارات كتيره كده طالما هو حاجه واحده؟ حلو جدا، انت مركز معايا كويس جدا. بالتجربه والخطا ومع الاستكشاف لقوا ان العين البشريه بتشوف متوسط 24، 25، 30 فريم بير سكند. ده اللي تقريبا العين البشريه بتشوف حاجه مقاربه ليه، وده اللي احنا بنقول عليه ان دي الحاجه الطبيعيه اللي احنا كلنا بنشوفها بعينينا، ان انا بشوف الحركه قدامي كده في متوسط كام فريم بير سكند دول، 24، 25، 30 فريم بير سكند. فهنا الناس جت قالت خلاص احنا اي فيديو هنطلعه 24، 25، ماكسيمم 30 فريم بير سكند. ده الستاندرد، ده الحاجه السينمائيه الواقعيه اللي بتدينا اللوك بتاع الفيديو بتاعنا زي ما قلنا ايه طبيعي، في حركه موشن بلور. طب يا عم الحاجات الباقيه دي اتعملت ليه اصلا؟ فلنفترض ان احنا دلوقتي هنشتغل على سيكونس او فيديو في التايم لاين بتاعنا 30 فريم بير سكند، ده بقى الحاجه ايه الواقعيه الطبيعيه اللي احنا اتفقنا عليها. وجيت انا حبيت اعمل تبطيء للفيديو ده، اعمل له سلو موشن. فكره السلو موشن ايه؟ ان انا بخلي وقت عرض الفيديو يزيد الوقت بتاعه، بدل ما هو مثلا هيتعرض في دقيقه، لا انا هخليه يتعرض في دقيقتين، ياخد وقت اطول عشان يتعرض. طب هو هنا الفيديو زاد وقته ازاي؟ ان انا مطيت او فردت عدد الفريمز اللي جواه على وقت اطول. طب هو لو هو اصلا 30 فريم بير سكند وانا شغال على فيديو 30 فريم بير سكند، الفيديو بالنسبه له هيعمل ايه؟ هيبدا يوسع المسافه ما بين الفريمات اللي احنا شفناها في الفليب بوك. بيعمل ايه؟ بيوسع الزمن. فبالنسبه لي هنا كده هبدا احس بالفليكر، هشوف التقليبه، احس ان الفريم بينط ورا الفريم الثاني، بينط ورا الفريم الثاني. ليه؟ لان هو ما عندوش معلومات، هو بالفعل عنده 30 فريم، انا خليته يتعرض على وقت اطول وهو ما عندوش الفريمز اللي تغطي المسافات او الجابز ديت اللي هي ايه الفراغات دي. فبيعمل ايه؟ بيزود لي بس المسافات دي، بيسيبها فاضيه لغايه لما يخش الفريم اللي بعديه، يخش الفريم اللي بعديه. فبيعمل تقطيع او الفليكرنج اللي بيحصل في الفيديوهات لما بنعمل سلو موشن بشكل مش حلو او مش لذيذ يعني. طب حلو جدا، انت مشكلتك في ان انت يبقى عندك فريمز او معلومات في النص زياده عشان تعرف تفردها على التايم لاين. انا هديك المعلومات دي وانت اعمل سلو موشن ومش هتواجه مشاكل. لو انا بصور الفيديو بتاعي 60 فريم بير سكند وشغال على الفيديو بتاعي اللي هو السيكونس او التايم لاين في البرنامج 30 فريم بير سكند، فانا بالنسبه لي دلوقتي معايا فيديو فيه فريم بير سكند ضعف السيكونس او التايم لاين اللي انا شغال عليه. فده اداني مرونه ان انا ممكن اقلل وقته لايه؟ للنص. فلو جيت اخدت 60 فريم بير سكند دولت حطيتهم على التايم لاين اللي هو 30 فريم بير سكند، ولو الفيديو بيتعرض مثلا في دقيقه، انا خليته يتعرض في ايه؟ في دقيقتين. فبالتالي قسمت ال 60 فريم بير سكند دولت على 2، وصلتهم لكام؟ ل 30 فريم بير سكند اللي هم ايه؟ بتوع السيكونس، بتوع الفيديو الاصلي اللي انا شغال عليه.
فانا بالنسبه لي مش هقابل اي فليكرنج، عيني مش هتحس باي تقليبه ما بين الفريمز، وهشوف الصوره بتاعتي ناعمه سلو موشن هاديه طبيعيه خالص، مفيش اي حاجه مؤذيه للعين. شفت بقى؟ مبروك عليك كده، انت فهمت الفريم بير سكند، انت فهمت السلو موشن من اوسع ابوابه. قيس على كده بقى، يعني مثلا لو انا معايا فيديو 120 فريم بير سكند والسيكونس او التايم لاين اللي انا شغال عليه كام؟ 30 فريم بير سكند، ممكن اقلل وقت الفيديو كام مره؟ للربع، 4 مرات. لان انا لو قسمت 120 على 30 اللي هو السيكونس بتاعي التايم لاين بتاعي هيديني 4، يعني انا ممكن اخلي وقت الفيديو دوت للربع، فهشوف الفيديو بتاعي برضو ناعم. انا هدفي في الاول وفي الاخر ايه؟ ان اخلي الفيديو كله او السيكونس التايم لاين بتاعي كله ماشي على فريم بير سكند واحد. طيب سؤال تاني لازم تكون بتساله لنفسك دلوقتي، لو انا حطيت الفيديو زي ما هو كده مثلا 60 فريم على السيكونس او التايم لاين بتاعي اللي هو 30 فريم بير سكند، هيحصل ايه؟ مش هيحصل اي حاجه، هيتعرض الفيديو عادي جدا. هو بيعرض في التايم لاين وهو بيمشي كده الماركر بتاعي بيعرض 30 فريم بير سكند، بيعدي على الفيديو بتاعي طبيعي جدا وبيشوف ال 30 فريم بير سكند وبيوقع 30 فريم بير سكند، بيشفتهم هو اكنه مش شايفهم. بس انا برضو عيني مش هتقدر تلاحظ التوقيع دي، لان دي معلومات اوفر على العين البشريه او الطبيعه اللي انا هشوف بيها الفيديو النهائي. فانا بالنسبه لي مش هحس باي فرق. انا عامل الموضوع ده من الاول عشان لو احتاجته في السلو موشن. طب ما احتاجتوش هعرضه زي ما هو، مش هيحس باي فرق. طب ما ده ياخدنا لسؤال تاني، طالما كده كده انا ممكن احتاجه او ما احتاجهوش وكده كده مش مخسره معايا، ما اصور كل حاجه باعلى فريم بير سكند واريح دماغي، يعني زي ما كنت بصور باعلى ريزوليوشن واريح دماغي معاك. بس مش دايما. ليه؟ لان برضو زي ما بقول لك، انت في الاول وفي الاخر هتعمل ايه بالفيديو ده؟ لو انت الفيديو ده واحد بيتحاور مع واحد او واحد بيعمل بودكاست او هو حاجه واحد بيتكلم قدام الكاميرا، هتحتاج منه سلو موشن في اي وقت من الاوقات، محتاج انك تعمله سلو موشن بنسبه 99.9 لا. فانا ليه اصلا اصوره على فريم بير سكند عالي؟ هعمل بيه سلو موشن ممكن محتاج يعني نسبة كبيرة جدا مش هحتاج اعمل السلو موشن. فلو صورته على فريم بير سكند عالي، انا بس كل اللي بعمله ايه؟ برهق الكاميرا بتاعتي، وكمان بزود ستورج كبيرة جدا. انت عشان تصور بفريم بير سكند عالي انت بتاخد ضعف اللي كنت هتاخده في الفريم بير سكند اللي هو 30 مثلا او 25. فانا من الاول انا ببقى عارف انا الفيديو دوت هستخدمه في ايه عشان اصور بناء عليه الريزوليوشن والفريم بير سكند. فكده احنا برضو فهمنا فكرة الفريم بير سكند اللي هو عدد الاطارات في الثانية، وفهمنا احنا بنحتاجه في ايه، في ان احنا نكريت البروجكت بتاعنا على برنامج المونتاج، او حتى لو احنا هنصور اي فيديو بموبايل او بكاميرا، انا عارف الفيديو دوت هصوره على كام فريم بير سكند عشان هستخدمه ازاي واستغله ازاي، هطبخه ازاي في المونتاج بتاعي. فلو استفدت، وان شاء الله تكون استفدت يا صديقي، ما تنساش تعمل لايك وتدعمني. اللايك بيفرق جدا جدا في انتشار المحتوى ودعمي نفسيا ومعنويا وكل حاجة. وبرضه لو انت بتحب اخوك اعمل لي فولو على الانستجرام، هتلاقيني سايب لك اللينك في الديسكريبشن. اشوفك الفيديو الجاي. انا عمرو عطله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.